شخصيات حموية كردية. أعلام في سطور: عبد الحميد السراج، نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة، من مواليد عام 1925 بحي المرابط في حماة. تابع دراسته في حماة حتى حصوله على الشهادة الثانوية عام 1945. انتسب إلى الكلية العسكرية في نفس العام، أي عام 1945، ليتخرج برتبة ملازم عام 1947. كان مقربا جدا من الزعيم أديب شيشكلي. بعد نجاح الانقلاب على شيشكلي عام 1954 أرسل ملحقا عسكريا إلى فرنسا، وكان قد أصبح برتبة مقدم. في عام 1955 تم ترفيعه إلى رتبة عقيد، وأصبح رئيس المكتب الثاني دوزيام بيرو، وهي تسمية فرنسية تطلق على شعبة المخابرات العسكرية. بعد قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 تم تعيينه وزيرا للداخلية ورئيسا للمكتب التنفيذي في الإقليم الشمالي، الإقليم السوري، لأنه أثناء الوحدة الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين، الإقليم الشمالي والإقليم السوري، والإقليم الجنوبي اللي هو الإقليم المصري. بسبب خلافاته مع المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية، قام جمال عبد الناصر بتعيينه نائبا له في الإقليم الجنوبي، الإقليم المصري، بهدف تقليص نفوذه، وكان ذلك في 23 أيلول 1961، حيث استقال على الفور في 26 أيلول، أي بعد 3 أيام من تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية. في 28 أيلول 1961 حدث انقلاب الانفصال، حيث اعتقد الجميع للوهلة الأولى أن صاحب الانقلاب هو عبد الحميد السراج من خلال علاقته مع المكتب الثاني وقادة الوحدات العسكرية، لكن الواقع هو خلاف ذلك، لأن صاحب انقلاب الانفصال كان العقيل عبد الكريم النحلاوي، وسلاح الهجانة بقيادة المقدم حيدر الكزبري هو الذي قام بالتحرك. طلب الانقلابيون من عبد الحميد السراج ترأس مجلس الثورة، لكنه رفض، مما أدى إلى اعتقاله وإيداع السجن المسجد العسكري. تمكن جهاز المخابرات المصري ترتيب هروبه من السجن بمساعدة أحد عناصر السجن، وهو المساعد منصور شدايدي، حيث تمكن الإسلام من الهرب والوصول إلى لبنان عن طريق جبال الزبداني. وفي لبنان أقاما بأحد منازل أقارب الزعيم كمال جنبلاط فترة من الزمن، حتى تم نقلهما سرا إلى مطار بيروت، ومن باب الشحن تم دخولهما بسيارة شحن الصحف والمجلات إلى ساحة المطار، حيث كانت تقف طائرة الشحن التي كانت تقوم بجلب الصحف يوميا إلى بيروت. غاب اسم عبد الحميد السراج نهائيا منذ لحظة هروبه، ولم يكن يعرف مكان وجوده نهائيا، إلى أن كانت المفاجأة بظهور عبد الحميد السراج إلى جانب الرئيس جمال عبد الناصر في صلاة عيد الفطر بالجامع الأزهر في 26 شباط 1963، علما أن هروبه من السجن كان بتاريخ 17 أيار 1962. في مصر تم تعيينه مديرا عاما لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى تقاعده عام 1990. توفي في 23 أيلول عام 2013، حيث دفن في القاهرة، وأقيم له مجلس عزاء بحماة في جامع الشهداء تواجد فيه أقربائه، ومنهم ابن شقيقيه زهير رشيد السراج وبسام سعيد السراج. إضافة: أنا شخصيا شاهدت عبد الحميد السراج عدة مرات في حماة من خلال مرافقته لعبد الناصر في زياراته الثلاثة إلى حماة، أو من خلال مشاركته في جنازة شقيقه المرحوم سعيد السراج وجنازة شاعر العاصمة بدر الدين حامد، حيث كانت الجنازات في حينها تحمل على الأكتاف والمشيعون يمشون وراءها. كما أنني أذكر أنني عندما تقدمت إلى فحص الكفاءة، فإن موضوع الإنشاء الذي جاءنا بفحص اللغة الفرنسية كان موضوعه صفة زيارة جمال عبد الناصر لمدينتك، حيث أنه في ذاك العام فإن عبد الناصر زار جميع المدن السورية. بالنسبة لأصول عبد الحميد السراج الكردية، إن كنية جدود عبد الحميد السراج بالأصل هي زنفو، وقد قدموا في أوائل القرن 18 من ديار بكر في تركيا،
واستوطنوا في حماة ودمشق والقنيطرة، حيث أن جدودهم الأوائل كانوا يصنعون سروج الخيل، وهي من بين المهن التي كان جدودنا الأكراد يتقنونها. لذا لقب جدهم الأول بالسراج تبعا لمهنته، كما هو الحال في ألقاب بعض العائلات: الحداد، النجار، الصائغ، إلى آخره. ومع الزمن أصبح هذا اللقب كنيتهم. وأكبر دليل على أصول عبد الحميد السراج الكردية ومن آل زلفو بالذات هو زواجه من ملك بنت علي آغا زلفو، أحد وجهاء الأكراد في دمشق، حيث رزق منها ب4 أبناء ذكور و2 إناث: المهندس فراس، والربان خالد، والدكتورة جميلة، والمهندسة رشا. كانت وصيته أن يدفن في حمام، لكن الواقع الأمني في عام 2013 كان متوترا، مما اضطر ذووه لدفنه في القاهرة، حيث أقيم له مجلس عزاء بمسجد القوات المسلحة في القاهرة، وكذلك أقيم له مجلس عزاء في جامع الشهداء بحي الصابونية في حماة. المحامي معتز البرازي.